سلامة معكم نهال، واليوم باش نعملو مع بعضنا بسيسة حمص هكا وشوية حوايج ولوز ما نحكي لكم شو زوز وعنجمل. المهم ياسر بنينا على الاخر. دابا برك الفيديو الاخر توش تعملوا لايك بما ان انا قريب نولد ان شاء الله ربي يكمل لي على خير. حبيت نحضر معكم شويه بسيسه بما انه انتم تعرفوا في تونس عندنا البسيسه والزرير واللي مش عارف شنو، اما نحنا لهنا باش نحضر شويه هكا لروحي. عندي نصف كيلو من الحمص المرحي، دقيق الحمص هاكا حاضر غربلته كيما تشوفوا هكاك. هذه بسيسه لا ترحي لا تهز للرحاي لا تعمل حتى مش شيء كله حاضر حاضر كيما انتم تشوفوا. نص كيلو انا خذيت حطيته في مقله هكاك كيما تشوفوا على نار هاديه، سخنت المقله ومن بعد حطيته هكاك جست باش نحي منه انداء وباش تفوح ريحته اكثر. هكا ندفيوه شوي ما نخليهوش لين يتحرق. هذه اسهل بسيسه، لا رحيان لا تتعب لا حتى شيء، خاصة الناس اللي يعيشوا في الغربة يبداو جست حاجة من ريحة البلاد هكا ومن ريحة عاداتنا والكل. مش نعملوا بعضنا شوي بسيسة ونعملوا زادا شوي زرير، اما تاوش نعملوا معانا شوي بسيسة هكا بطريقة حلوة برشا. هكا بعد ما حمصناه مليح حطيته هكا في رجعته لنفس الطبق وحطيت عليه كاسين من الشوفان، فك المطحنة ذيك باش نرحيهم كاسين من الشوفان، وبعد حطيتهم في المقله وباش نعاود ندفيهم نفس الشيء جست باش نحي منهم النداء. بطبيعه نجم تحطوا عدس، نجم تحطوا فول، نجم تحطوا درع، تحطوا اللي يظهر لكم، كل واحد حر يحط اللي يحب. انا حطيت كاسين من الشوفان رحيتهم وحطيتهم كما تشوفوا كيك جست نحي منهم النداء مخليهمش يتحرقوا باش ما يمرروش. ومن بعد نحطهم على نصف كيلو الحمص اللي دفيته من الاول ونحركهم مليح كيما تشوفوا كاكا. ومن بعد جبت عندي شوي بسباس وعليهم شوي قشور برقدان. بالطبيعه تنجم تحط الفحات اللي انت تحبها، كل واحد زاده حر. انا حطيت شوي بسباس وشوي قشور برقدان كاكا نسخن فيهم وباش نرجعهم للطبق متاعنا. ومش نحط عليهم رشه ملح بسيطه جست باش نحمي الواحد باش ما يفسدش. واحد حطيت يجي 4 مغارف سمسم زاده نحمص فيهم هكاك شوي، تحطوا اللي يظهر لكم انتوما كل واحد كيما يحب. يجي 4 ولا 5 مغارف هكا تغير لونهم هكاك ما نخليهمش يتحرقوا هكا. توا نحطهم على جنب واش نحط نرحي اكل الفحات نتاعي. فرحيتك السكر هذاك البودره حطيتهم بعد ما ترحوهم مليح، زدت حطيتهم على الحمص المسخن والشوفان زاده كيفون خلطهم مليح كيما تشوفوا كاكا مع بعضهم. من بعد عندي هنا مكسرات، عندي لوز وعندي زوزه وعندي كاجو. بطبيعه نجم تحط بندق، تحط فستق، تحط اللي يظهر لك انت باش نهروشهم هكا شوي في الماكينه ونوريهم لكم والكميه اللي يحصل لكم كل واحد كيفاش يحب. بعد ما هروشتهم هاني حطيتهم زاده جست الكل في الكل مش برشا. انا عامله راني الكل حسيب تلم الحاجات اللي عملتها الكل يعني هيجي كيلو كيك حاجات اللي حطيتها هاكا ونخلطوها مليح بعد ما حطينا المكسرات نتاعنا. وتوا باش نجيبو نحطوا لها زيت الزيتونه ونخلطو، تحطوا وتخلط، ما تحطوش الزيت برشا مره واحده، كل واحد كيفاش يحب. فما اللي يحبها بسيسه شايحه شويه ديك تغصص، فما اللي يحبها البسيسه جاريه بالزيت، كل واحد كيما يحب. وكأن نحط الزيت بالتبع ونخلط كيما تشوفوا هكاك. والعيونه ديما تعمل في الشغب بالطبيعه. وكنحط ونخلط ان شاء الله ربي يرزق كل حد بالذريه الصالحه يا رب. وهذه تنجموا تعملوها مش لازم للنفاس برك، تعملوها حتى لكم انتوما العشويه هكا لصغيراتكم فطور الصباح كيما تحبوا. هاكا نحط الزيت ونخلط
انا ان شاء الله تجيني امي باش تجيب لي هي شوي، اما انا حبيت نعمل معاكم شوي. شوفوا انا هذا القوام اللي نحبها، ما نحبهاش ياسر جاري. ومن بعد نخلطها بالعسل. انتوما بالطبيعه كان تحبوا باش تخلطوها بالسكر، لازم السكر هكا المرحي هذاك وتحطوه مع الدقيق من الاول هكاك، ما تحطوش في الاخر هكا. هاكا نحط العسل ونخلط ونذوق ونشوف اذا كان باش نزيد ولا لا. هاكا زدت شويه عسل ونخلط. هاكا كيف تشوفوا. من بعد حطيت هكا في السحالف هذاك باش نوريكم كيفاش ما شاء الله معبيه بالسمسم والمكسرات والكل. وبعد حطيته هكا تحطها في الحكوك اللي حاجتك بيهم، حكوك باللار ولا حكوك بلاستيك كيما يظهر لك، تحطهم هكاك وتسكر عليهم وتحط في الفريجيدير. وقت ما تجي حاجتك باش تاكل